السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة رايحين جامع عمرو بن العاص. جامع عمرو بن العاص أول وأقدم جامع في مصر وفي أفريقيا، ويلقب بتاج الجوامع عشان هو أول جامع، ويعرف بالجامع العتيق. أنشأه الصحابي عمرو بن العاص بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. المسجد ده لما اتبنى كان فيه 6 أبواب، وكان فيه ساحة ملهاش سقف، وكانت أعمدته الداخلية من جذوع النخل وسقفه من الجيد. الجامع الأصلي كان طوله 29 متر وعرضه 17 متر، وطبعا الجامع ده اتهد واتبنى كذا مرة لحد ما المعالم بتاعته اختفت. لما تم إنشاء الجامع ده كان مركز للدعوة الإسلامية في مصر. بعدين اتبنت حوالين مدينة الفسطاط، وكانت أول عاصمة لمصر الإسلامية. العواميد دي كان كل عمود ليه رقم وشيخ، فكان العمود رقم كذا للشيخ الفلاني، وكل شيخ بيقعد قدام العمود بتاعه وقدامه الطابة بتاعته. الجامع ده فيه 365 عمود بعدد أيام السنة، و4 مآذن و6 أبواب. البي ده موجود في جامع عمرو بن العاص، وبيتقال ان الواحد بيرمي فيه فلوس وبيعدي من فوقيه 7 مرات وبيدعي، وكده الدعوة بتاعته هتستجاب. وطبعا الكلام ده غلط وحرام. شايفين النقوش دي؟ عارفين مين اللي كتبها؟ الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي درس هنا. عمرو بن العاص كان بيفتح مصر، وقبل ما يفتحها عمر بن الخطاب بعتله رسالة بيقوله فيها إنه لو دخل مصر يكمل، لو لسه ما دخلش مصر ما يدخلهاش أساسا. طبعا عمر بن الخطاب كان الخليفة رضي الله عنه. عمرو بن العاص كان عارف محتوى الرسالة، علشان كده ما فتحهاش. وطبعا الرسالة دي لما وصلت له ما كانش دخل مصر، فواحد قال له انت المفروض تفتح الرسالة علشان ده امر من الخليفة. فعمرو بن العاص رد وقال هو امرني استلمها بس ما امرنيش افتحها. وطبعا عمرو بن العاص كان معروف بدهية العرب لشدة ذكائه ودهائه. واحنا دلوقتي رايحين حصن بابليون. بعد ما المسلمين انتصروا تقدموا للحصن ده، وكان الحصن شديد المناعة وفيه حماية كبيرة. فعمرو بن العاص بعت لعمر بن الخطاب بيطلب منه مدد، فعمر بن الخطاب بعت له 4004. الأربعة كل واحد منهم ب1000. اتجه المسلمون لحصن بابليون وحصوه 7 شهور متواصلة. وطبعا جوه حصن بابليون كان جواه الروم. معروف في الانتصارات عند المسلمين ان هم لما يكبروا يعني كده انهم انتصروا. فالزبير بن العوام رضي الله عنه طلع فوق الحصن ده وكبر، وكل المسلمين كبروا وراه. فالروم افتكروا ان احنا انتصرنا، فتركوا الحصن بسرعة وهربوا. والعاصمة ساعتها كانت اسكندرية، وطبعا اسكندرية مكشوفة علشان هي على البحر. فعمر بن الخطاب أمر عمرو بن العاص انه يخلي العاصمة مكان آمن اكتر. فعمرو بن العاص اختار مكان قريب من حصن بابليون علشان يبني هناك حضارته الجديدة وسماها فسطاط. وبعد ما أصبحت الفسطاط العاصمة الجديدة، فعمر بن الخطاب أمر عمرو بن العاص إنه يبني مسجد وسط العاصمة، فكان ده أول جامع في مصر وأفريقيا. وبعد إتمام فتح مصر أصبح عمرو بن العاص الخليفة بأمر من عمر بن الخطاب. وكده خلصنا جولتنا النهاردة، وأشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. سلام.